السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا جدعان. كان في موقف حصل فلازم اقول عليه بمناسبة الناس بتقدم في اللوتري وكله بيتمنى ان هو يفوز وحلمه يتحقق. في موقف حصل معايا من السنة اللي فاتت. كان في واحد من المتابعين معايا، كان دايما بيكلمنا على الخواص ونتكلم، ودايما كان بيعلق، يعني من الناس اللي دايما كمتابعين. والراجل ده قدم كذا مرة. فالمره اللي فاتت فاتكلمت معاه، وطبعا عارفين ان الفلوس بعد كده لو حصل نصيب وفزت هتحتاج فلوس كتيره. مش هقول فلوس كتيره قوي، يعني فلوس تذاكر طيران، فلوس لما تيجي تشتغل قبل ما لغايه ما تلاقي شغل، فلوس سكن، وفلوس الفيزا والجرين كارد وكل الكلام ده. الراجل ده ما كانش وضعه، كان شغال بس ما كانش وضعه اللي هو يعني ان انا ايه، معايا فلوس في البنك واروح لما تيجي فزت اروح بقى ايه، هاخد الفلوس دي اسحبها وابيع اللي ورايا واللي قدامي واروح. كان شخص عادي يعني، من ايه، كان من مستوى متوسط، زي اللي اغلبيه الناس اللي بتقدم آه، عايزه فرصه احسن وانها تحقق احلامها. انا ما بقول الكلام ده، مش بحبطش من حد، بقول ان الناس تعرف. فقال لي بص انا هعمل ايه، انا هبتدي. الراجل ده قال لي انا المرتب بتاعي باخده وبصرفه، مش عارف ايه، خروجات مع اصحابي، مش عارف ايه، نروح نشربوا شيشه، نروح نقعدوا على كافيه. انت تعرف انا هبتدي بقى احوش واشوف لغايه ما تيجي، لان قدامك فرصه يعني. الكام شهر بتقدم في 10 والنتيجة بتطلع في 5، والسفر هيطلع على آخر السنة، فقدامك يعني سنة. قال لي هبتدي أحوش وجات لي ماشي. هبتدي بقى أحوش من فلوسي، لو في شغل إضافي أشتغله، بحيث إن أنا أعمل رأس مال صغير، بحيث إن لما تيجي وقت السفر وربنا أراد وفزت هاخد الفلوس دي، بحيث ان انا ما، في ناس بتيجي، مش هخفي عليكم يعني، مش هخفي عليكم، في ناس بتيجي بس معاش فلوس فبضطر بتلغي السفر. اعمل ايه؟ طبعا معاش فلوس اجيب منين؟ مفيش حد هيقدر يسلف لي المبلغ ده كله. فالراجل ده ابتدى يحوش، قال لي ابتديت احوش كل شهر، وهو على طول كان معايا على اتصال دايما. انا هحوش الشهر ده، الشهر الجاي ما العمليه ميزانه معايا، مش محوش. فابتدي احوش احوش احوش، جت النتيجه وما فاتش. تصدقوا؟ فقال لي تعرف انا مش متضايق، عارف ليه؟ لان انا معايا فلوس جمعتها، ومعايا مبلغ كويس، ابتدي اشتاق اعمل بيزنس ليا. فاجر محل وابتدى يبيع اكسسوارات تليفونات و... والعمليه مشيت معاه والله، والعمليه مشيت معاه، وابتدى يتوسع وجاب ناس تشتغل معاه، الطلب زاد، وخد توكيلات تليفونات، وابتدى يشتري مكان تاني. فبصوا العمليه يا جدعان كده. لو ربنا رايد لك في حاجة، ما تحطش كل امالك وطموحاتك على حاجة ممكن تيجي او ما تجيش. انا مش ما بحبطش الناس، بس بحاول ببقى واقعي، واقول للناس ان العملية كده. لو ربنا رايد لك الخير في حاجة صدقني هتجيلك. شوف هو الراجل ما جاتلوش، بس هو فكر خارج الصندوق زي ما بنقول دايما، وحوش وعمل حسابه، قال لك ماشي، جت ما جاتش. طبعا الفلوس اللي حوشتها هعمل بيها ايه؟ هبتدي بقى ايه، اشغلها واشوف مستقبلي. والراجل كلمني، قال لي انت عارف انا مش هقدم السنه دي. قلت له ليه؟ طب ما تقدم يا عم، دي يعني ايه تيجي ما. قال لي لا انا عرفت طريقي، وربنا يدي الخير في مكان تاني، وهبتدي اشتغل والعمليه مشيت معاه وبقى تمام. ورفع قدره من مكان كان يا دوبك المرتب ياخده ويصرفه وما اعرفش في ايه ويطير. ابتدى يحوش كميات صغيره من الفلوس، ومع الوقت الفلوس عملت مبلغ، وابتدى يشتغلها وشغلها صح وفكر صح، والدنيا مشيت كده. فبقول للناس بلاش الاحباط، خليك ايجابي. لو عندك فكره او حاجه ابتدي فيها، صور، اشتغل، حاول تمشي بدماغك، ما تعتمدش على حد، ما تعتمدش حد يفكر لك، ما تمشيش. في هنا في تعبير في امريكا بيقول لك الناس نوعين، يا اما درايف يا اما دريفن. درايف اللي هو بيسوق، والدريفن اللي هو المنقاد، ان هو حد منقاده. حاول تبقى مدير نفسك، رئيس نفسك. في فكرة ما تخليش حد يحبطك بيها. لو عندك
لو عايز تسافر اوروبا اسافر، عايز ابتدي اشتغل، عايز اسافر سياحه لمجرد ان اشوف اسافر، عايز ادرس مهما كان سني مفيش مشاكل. في لغايه دلوقتي ناس بتقول لي انا عندي 40 ولا 35، هل لو جيت اقدر اشتغل؟ انت بتدي لنفسك. انت لو عندك امكانيه انك تشتغل في بلدك هتقدر تشتغل هنا. لو عندك امكانيه انك فيك قوه في ايدك وتقدر تشتغل وتقدر تعمل مجهود هتشتغل. محدش هيقول لك انت عشان سنك لا، مش عشان مؤهلاتك لا، مفيش الكلام ده. انت بتعمل لنفسك مكان، بتعمل لنفسك مستوى، بتعمل لنفسك تفكير بحيث ان انت تخليك الناس تكبر في نظرها. ما تقولش انا مستني دي لو ما جاتش خلاص انا مش هقدم تاني ومش عارف ايه وخلاص حاطط احلامي وبحلم وانام كل يوم. لا، مش كده. طب ما في ناس يا جماعه بتيجي هنا والعمليه بتبقى معاهم وحشه وبتفشل وبيرجعوا تاني. مش معنى انك مش زي ما بقول دايما امريكا مش ارض الاحلام للي نايم. اللي نايم وبيهرش في ودانه امريكا مش هتحقق لك حاجه. امريكا مش ممكن الكلام ما يعجبش الناس بس انا صريح، ومتابعيني دايما اتعودوا مني على الصراحه وتعودوا مني ان انا ولا بكذب ولا بجمل، اقول الصراحه في الوش. والله عجبك كلامي تمام، ما عجبكش كلامي ما تسمعليش، اسمع لحد تاني، الغي اشتراكك، حط عدم اعجاب. مفيش ما بيننا، انا مش عايز منك حاجه وانت مش عايز مني حاجه. اللي ما بيننا واحد بينقل لك خبراته، واحد بينقل لك اللي شايفه، جه قبلك بكام سنه بيحلل لك لو الحاجات دي قريتها في كتاب مش هيستفاد. لما حد يقول لك خدوا الخبره من اهل العلم، خدوا الحاجه اللي الناس مرت بيها، كل الكلام ده اللي انا بقوله. فامريكا مش ارض الاحلام زي ما انت متصور. هتيجي هتشتغل واللي مش هتهز الشجر هينزل دولارات هتقعد تعبي، لا، لازم تفحت في الصخر، لازم تشتغل بجد. لازم تيجي ايام عليك تحس بالغربة، تيجي ايام عليك تحس بتعب، تحس بقرف، تحس ان انت عايز ترجع بلدك تاني، تحس انك لوحدك، تحس انك مضطهد، تحس انك منبوذ. كل الكلام ده بنمر بيه وكل الناس اللي بره مرت بيه. ولو انت مش سترونج، بيقول لك امريكا هنا، بيقول لك امريكا ارض الاقوياء، the land of the bravest. لو انت قلبك جامد ومفيش حاجة هتكسرك هتقدر تعيش هنا وتستمر هنا. دي كان رسالتي بمناسبة الناس بتقدم والناس حاطة احلامها. انا بدعي لكل الناس ان ربنا يحقق احلامها ويحقق طموحاتها، واللي عايز يسافر ربنا يكرمه من قلبي. وبدعي الناس كلها اللي اعرفه واللي ما اعرفوش، اللي بيعجبوا كلامي واللي ما بيعجبوش، بحيث ان احنا يعني ما الدنيا صغيرة، ما فيش يعني يوم هنا ويوم هناك. بس اتمنى ان الفيديو يعجبكم واكون وصلت لكم رسالة صغيرة عايز اوصلها، كنت عايز اتكلم بيها من زمان. و... واشوفكم الفيديوهات الجاية. ودايما بتوحشوني ودايما بتوحشني تعليقاتكم سواء الايجابية او السلبية. واشوفكم الفيديو الجاي يا جدعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.